ما مدى كردستانية ثورة روجافا كردستان؟ خلق الحراك الشعبي الذي بدأ في سوريا عام 11 فرصة ذهبية وهامة لكردستان سوريا روجافا، حيث تهيأت لهذه البقعة من كردستان ظروف وفرص مماثلة لما تهيأت لإقليم كردستان عام 2003. عندما ننظر لماضي هذه الأعوام 13 نرى أن الكرد لم يستغلوا الفرص الحالية، بل على العكس عانوا من أضرار طويلة الأمد. فالباكيكا قدمت هذا الجزء من كردستان قربانا في سبيل تحقيق مصالحها المتجسدة في انفراجة سياسية لها وكسب الشرعية الدولية باستثمار الفرص الدبلوماسية. فأرادت الباكيكا إدارة روجافا كردستان كإدارة أي وحدة عسكرية أخرى أو كمخيم مخمور، وبسبب هذا التقارب الباكيكي باتت روجافا في مواجهة تهديدات اجتماعية وثقافية واقتصادية وديمغرافية وسياسية وعسكرية على حد سواء. فالعملية التي بدأت في 19 تموز عام 12 والتي أطلقت عليها الباكيكا تسمية ثورة روجافا كانت في الواقع مراسم وطقوس استلام وتسليم. فالدولة السورية سلمت هذه المناطق للباكيكا وإصداراتها السورية بايدا تفدم برعاية إيرانية. وعلى الرغم من هذه الحقيقة والممارسات الخاطئة جعلت عموم أجزاء كردستان قوتها على أهبة الاستعداد من أجل روجافا كردستان، وبالأخص حكومة إقليم كردستان التي قدمت جميع أنواع الدعم والمساعدات المادية والمعنوية والدبلوماسية واللوجستية. ففي عام 12 إنما اشتدت هجمات جبهة النصرة على المدن الكردية كسيريكانية، قدم إقليم كردستان بكل قوته الدعم لروجافا كردستان، وبهذه الطريقة هزمت النصرة في عامي 14 و15 عندما هاجم داعش كوباني. استخدم الرئيس بارزاني وحكومة إقليم كردستان كافة منجزاتهم ومكتسباتهم الدبلوماسية والعسكرية والسياسية، وبالتالي تم تحرير كوباني. بل عمل عموم الكرد كل ما في وسعهم من أجل روجافا كردستان، لكن الباكيكا ووفق منطقها القائل ليكن صغيرا ولكن لي تعاملت مع عموم هذه المساعي، فأبقت على تنظيماتها وتشكيلاتها والكيانات التابعة لها وحدها. هذا النهج الباكيكي حول روجافا كردستان إلى نظام مركزي استبدادي ككوريا الشمالية. ومتى ما رأت الباكيكا الحاجة حشد جموع الناس في الشوارع رافعين صور وجالان ومرددين شعارات مناهضة ومعادية لإقليم كردستان. ففي البداية حاولت الباكيكا طرد باقي الأحزاب والتنظيمات الكردية الأخرى لروجافا من المنطقة واختطافها وتجريدها من أي تأثيرات. استخدمت الباكيكا نفس الأساليب التي استخدمتها الدولة التركية في تسعينيات القرن الماضي ضد الكرد في باكور كردستان، أي جرائم القتل مجهولة الفاعل. اختطفت العشرات من الوطنيين المخلصين أمثال بازات دورسون ونصر الدين برهك، عذبتهم واغتالتهم ورمت بجثثهم على جانب الطريق، أو لا يزال مصير البعض منهم مجهولا لغاية الآن. اعتقل مئات الأشخاص دون سبب وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب وأمام أنظار عائلاتهم، ولا يزال مصير العديد من الأشخاص مجهولا. فقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا أن 57 من أعضائه قد اختطفوا العام الماضي وحده، ولا يزال مصيرهم مجهولا لغاية الآن. لا يزال هناك عشرات المعتقلين السياسيين الكرد في غياهب سجون بيدا ومعتقلاته لم يمثلوا يوما أمام القضاء ولم يفصح لغاية اليوم عن تهمهم. تدار سجون الباكيكا في الحسكة وديرك وقامشلو مثل سجن دياربكر لدولة تركيا في ثمانينيات القرن الماضي. فبعد انقضاض الباكيكا العنيف على معارضيها من الكرد جاء الدور على أعضائها هذه المرة. استاء العديد من مناضلي روجافا كردستان داخل أطر الباكيكا من الإدارة اليومية للباكيكا، فمارست الباكيكا سياسة شد الأذن بحق عموم كوادرها في روجافا كردستان، وبالأخص القادة أمثال مظلوم عبدي. فاستدعت البعض منهم أمثال جوان عرب مسؤول الأمن العام آسيش روجافا ودوزار حمو إلى جارة وقنديل، وقضت عليهم وقتلتهم بطريقة ما. تأسست مؤسسة باسم إدارة الباكيكا في روجافا، تم تعيين كوادر الباكيكا من باكور كردستان في هذه المؤسسة. قيدت هذه المؤسسة جميع مؤسسات روجافا بنفسها، وما الإدارة الذاتية وقسد ويبكا وبيدا وتفدم ومؤتمر ستار إلى مسرحيات معروضة. وشخصيات المجتمع المدني إنما يمارسون دور الريادة على وسائل الإعلام فقط، بينما كوادر الباكيكا من باكور كردستان أي كردستان تركيا يعملون كمفتشين في جميع المؤسسات هناك. لم تسمح الباكيكا بصعود الرموز الكردية في روجافا كردستان، واستبعدت روجافا من كردستان بكل الوسائل وعلى كافة النواحي. تم حظر العلم الملون هناك تقريبا، ذلك العلم الذي استخدم منذ 20
عشرينيات القرن الماضي. ما زالت الاعتداءات التي بدأت عام 15 على علم كردستان في جيركيلاكي مستمرة حتى يومنا هذا، حيث تم حرق العلم الملون وأهين عشرات المرات. غيرت الباكاكا اسم روجافا كردستان إلى شمال شرق سوريا. رأت الباكاكا الوحدة الكردية وتنظيم البيت الكردي خطرا يهدد وجودها، فوقفت ضد كل محادثات ومفاوضات بيدا مع أناكاسا. قضت على وحدة الكرد هناك، بخلاف التنظيمات والأحزاب اليسارية التركية والعربية، حيث أهدت لها جميع الأرض والفرص في روجافا كردستان. فمن الناحية التاريخية تمتلك روجافا قوة كبيرة في الأدب والفن الكردي، لكن لسوء الحظ جعلت الباكاكا من روجافا خليطا غير متجانس من الثقافات والموسيقى والصور والدبكات والألحان الكردية، وخلقت جيلا جديدا من الشباب لا يتعرف على الألوان القومية الكردية ولا يحترم القيم الوطنية، ويردد الشعارات يوميا في الشوارع ويتعبد صور وجلان. اجتثاث جذور الكردات في روجافا كردستان لم تقف هنا، بل تعدت هذا، فعدد السكان الكرد في تضاؤل مستمر يوما بعد يوم. فما لم يقدر حافظ الأسد على فعله في مشروع الحزام العربي في ستينيات القرن الماضي فعلته الباكاكا. فإذا نظرنا إلى البيانات الإحصائية نجد أن عدد سكان الكرد في قامشلو قبل عام 12 كان 80%، واليوم انخفض ل 40%. وفي جرجلاكي 95% كانوا كردا، واليوم لم يبقى منهم سوى 70%. وفي تربسبيه كان 58 ليتقلص اليوم ل 35، بينما كانت نسبة الكرد في عفرين 95%، ولم يتبقى الآن سوى 20%. فيما بإمكاننا القول بأنه تم ترحيل الكرد وتهجيرهم بشكل كامل من جرسبي. أما في ساريكانية فقد تضاءلت نسبة الكردي لأقل من 5%، في حين كانت أكثر من 55%. كذلك ونتيجة لسياسات الباكاكا المعوجة والخاطئة نزح أكثر من 250 ألف كردي من روجافا لإقليم كردستان. ولو استمر الوضع على هذه الحال فسيكون عدد سكان الكرد والعربي متساويين في روجافا. بعبارة أخرى سيصبح الكرد أقلية على أرضهم، بينما في الجانب الآخر يتمتع العرب بجميع الامتيازات. فعلى سبيل المثال تمتلك روجافا كردستان دخلا ليس بضئيل من البترول، ففي مناطق مثل الحسكة ودير الزور يتم منح 41% من عائدات آبار النفط في المنطقة للعشائر والقبائل العربية هناك، بينما يتم الاستيلاء على حصة الكرد من هذه الأموال من قبل الباكاكا. وفي المقابل ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت يوميا، ولا توجد لا كهرباء ولا صناعة ولا خدمات، ولا أحد يستطيع أن ينتقد هذه الإدارة. بات جليا أن روجافا كردستان التي علق عليها الكرد آمالهم وقدموا 11,000 شهيد و30,000 جريح لتحريرها، ودمرت مئات القرى والمدن وتشرد مئات الآلاف من الناس منها، أصبحت الآن جزءا من أجندات الباكاكا وأنشطتها السرية والمشبوهة.